من وقت كده كنت بعمل عمليه الليزك، فمن ضمن الكشوفات اللي لازم تتعمل قبل العمليه هو كشف كده بيحطوا لك قطره بتوسع القرنيه جدا، وده علشان الدكتور يقدر يكشف على القرنيه بشكل واضح ويتاكد ان ما فيهاش اي مشكله قبل ما يبدا العمليه. ومن الاحتياطات اللي اتقالت لي ساعتها انك اوعي تسوقي لغايه ما تاثير القطره يروح تماما. ورغم اني استنيت بس في الاخر حسيت ان انا المفروض ان انا اتحرك، وتاثير القطره كان لسه موجود شويه، لدرجه ان وانا راجعه في السكه كنت حاسه ان انا شايفه كل حاجه كبيره قوي كاني ماشيه كده في فيلم كرتون. الموضوع كان فعلا مرعب، وزي ما انا مش المفروض ان انا اشوف الحاجه بالشكل الكبير قوي ده اللي كان ساعتها خطر جدا عليا في السواقه، اوقات كتيره جدا لما بنشوف زياده عن اللزوم ده بيكون برضو خطر. احنا حصل لنا حاجه اسمها الهايبر اويرنس او الوعي الزياده، ان احنا عندنا كتير قوي نتفرج عن فيديوهات كتير قوي ايه هي الريد فلاجز، خلانا نشوف كل غلطه بعدسه مكبره جدا زي اللي حصل لي بالظبط ساعه تاثير القطر، لدرجه ان احنا من كتر ما بندور على الحاجات الوحشه بننسى ان في حاجات مهمه وكويسه جدا حلوه قوي ان احنا نفكر فيها واحنا بنبني علاقه مع حد، اللي هو مش كله ضرب يعني، في حاجات كويسه برضو مهم نفكر فيها. فخلينا نحاول ان احنا النهارده نقلع النضاره السوداء اللي بنبص بيها على العلاقات حوالينا، ونشوف بقى ان في بدل علامات ريد، ونشوف بقى ان بدل ما في ريد فلاجز في علامات خضراء حلوه قوي ومهم نبص عليها برضه. العلامه الخضراء الاولى المهمه قوي ان هي تكون في اي علاقه ان هو بيسيبك ان انت تكون نفسك على طبيعتك خالص. في علاقات كده وانت داخلها بتحس انك كانك داخل انترفيو مش علاقه او صداقه، لازم تتكلم بطريقه معينه وتضحك بشكل معين، تمشي على كتالوج مش بتاعك اصلا، اللي هو من الاخر كده علشان اعجب او افيت ان، ترجع من اول خروجه مرهق جدا من كتر التمثيل اللي انت كنت بتعمله. بس الشخص الصح بقى هو اللي بيقول لك براحتك جدا انا معجب اصلا بالنسخه الاصليه اللي من غير فلتر ولا اي حاجه. ما كانت طبيعتنا اوقات بتبقى فيها حاجات غريبه او عندنا طباع مش لطيفه قوي، لكن كل واحد في حد ذاته من حقه ان هو يبقى مع انسان بيحبه زي ما هو، ده في حد ذاته بيديك امان ان انت تطلع احسن نسخه منك، وانك وجودك في حد ذاته كفايه مش محتاج تعمل حاجه تاني. ده طبعا ما يمنعش ان احنا محتاجين طول الوقت ان احنا نشتغل ان احنا نكون احسن واحسن، مش بس عشان نفسنا، عشان الناس اللي حوالينا والناس اللي في علاقات معانا. شيرين ساندبرج اللي كانت السي او في شركه فيسبوك كانت مره بتتكلم على جوزها دي بعد وفاته، وبتقول ان هي الشخص الوحيد اللي كانت طول ما هي معاه حاسه ان هي مش محتاجه تمثل، واللي دايما كان بيقول لها ان هو فخور بيها وبيحبها كانسانه قبل اي نجاح او اي حاجه بتحققها، وده كان بيساعدها جدا ان هي تكون هاديه وعارفه تكون ناجحه في حاجه. العلامه الخضراء الثانيه ان الشخص يكون بيحتفل بنجاحك كانه نجاح الشخصي بتاعه ويمكن اكتر كمان. في وسط الزحمه اللي احنا عايشين بيها انت محظوظ جدا لو انت عندك حد بيشجعك في وسط التعب والستريس اللي احنا بنمر بيه كل يوم. لكن لو ممكن نتكلم عن الدوائر القريبه زي علاقات الارتباط او الصداقه، فواحده من اغلى الحاجات اللي ممكن تكون عندك وتبقى محظوظ جدا بيها انك عندك حد بيفرح لك من قلبه وبيحتفل باصغر نجاحاتك، وتبقى بص بقى حظك في السماء فعلا لو انت عندك حد بيفرح لك زي ما بيفرح لنفسه بالظبط. فلو انت اكتشفت الجزء ده في حد انت لسه بتتعرف عليه حتى لو بذره صغيره قوي انه بيفرح معاك وبيك، بص للنقطه دي كمؤشر ان غالبا هيكون معاك حد بيفرح لك وبيشجعك في كل خطوه جايه، هيعرف امتى يزقك على كل خطوه جديده ويفرح بيك كأن الخطوه دي هي اللي حصلت له هو كمان، لانه بيحبك، او هيعرف امتى يحذرك لما يلاقيك بتاخد خطوه هي مش مدروسه قوي او ممكن تاذيك. احنا كلنا عارفين ان الوقت الحلو والصعب كده كده الاثنين جايين، فتاكد ان انت معاك حد في الحالتين كده هيشمر وينزل معاك. ولو فاكر ان انا بتكلم على خيال علمي او حاجات مش موجوده حوالينا ممكن تشوف الفيديو ده. اللقطه دي هي لحظه فوز تارا ديفيس اللي تعتبر من اشهر الرياضيين في القفز المسافات العاليه. اللقطه دي كانت لما فازت في اولمبياد باريس سنه 2024، وكان اول واحد هو بيحتفل معاها في اللحظه دي هو جوزها هانتر وود. بس انا نسيت هنا اقول لك حاجه مهمه قوي، ان هو عنده اطراف صناعيه، هو عارف ان هو يحتفل بيها وهي محققه نجاح رهيب وهو محروم نفسه من الحته دي. فهنا جوزها كان عارف ان هو يفرح لها ويحتفل بيها جدا وهي محققه انجاز هو عمره ما هيعرف يوصل. العلامه الخضراء الثالثه بقى، هل انتوا هنا بقى بتعرفوا ان انتوا تتكلموا وتحلوا مشاكلكم من غير ما تعدوا حدود بعض؟ في علاقات كده بتبقى عامله كانها فيلم دراما من غير نهايه سعيده، كل مشكله صغيره ممكن تتحول لمعركه في ثواني، احنا مش عارفين نتكلم خالص، واستنزاف الطاقه بقى شغال عمال على بطال، وتلاقي نفسك منهك طول الوقت. لكن لما تلاقي نفسكم ان انتوا عارفين تتخانقوا بس مش بتجرحوا في بعض، انت كده هنا في المكان الصح. فخد بالك بقى هي ان الفكره مش ان انتوا نفضل كاتمين فنقعد نكتم وفجاه ننفجر في بعض، لكن ان احنا قادرين ان احنا نقعد ونتكلم من غير ما نبتدي نعور بعض بالكلام، ونحل المشكله اللي حصلت من غير ما ناذي بعض او نجرح بعض بالكلام، او حتى لو مش عارفين نحلها دلوقتي احنا عارفين نوصل لحل وسط، فانت كده في المكان الصح. المهم في النقطه دي ان احنا نبقى احنا الاثنين باصين على العلاقه ان احنا في فريق واحد، احنا جنب بعض، مش ان احنا بنتضايق وبنشوف مين اللي هيعرف يجيب الجون في الثاني. في الاخر بقى عايزه اقول لك وانت بتدور على العلامات الخضراء دي في الناس اللي انت عايز تكون قريبه ليك في حياتك، خد بالك بص بقى جواك وشوف هو انا فعلا عندي العلامات الخضراء اللي انا عماله ادور عليها في الناس دي؟ يعني قبل ما تقولي اصل هو مش بيطمني، اسالي نفسك هو انا برضو عارفه اكون مريحه ليه وبطمنه ولا لا، ولا بلعب معاه مايند جيمز وبحط ستريس عليه غير مبرر.
وقبل ما تقول اصل انا عماله انجح واكبر وهي مش بتفرح لي، شوف كده انت اخر مره فرحت لنجاحها امتى؟ اخر مره شاركتك بحاجه وقلت كنت فعلا متحمس ان انت تسمعها امتى؟ فشوف انت بقى ناقصك ايه وابدا من النقطه دي. العلاقات مش كاننا نازلين سوبر ماركت بنروح ندور كده ونشوف ايه احسن حاجه لينا باقل سعر وناخدها، هي اشبه بورشه بننزل فيها ونشمر ونبني كل حاجه مع بعض فيها. فلو لقيت حد عنده بذور العلامات دي اسقيها كده، بس الاهم من كل ده انك بص في المرايه وشوف هو انا فعلا بقى بعلق العلامات الخضراء دي ولا بعلق العلامات التانيه، ولا محتاج بقى ان انت تشوف العلامات الخضراء دي هنفكها زي من الكرتونه. في الاخر عايزاك دايما تفتكر اني بتمنى لك الافضل. انا مريم عزت، ودائما في البساطه ما تنساش اللايك والسبسكرايب.